مش هتبوظ منك تاني. الزلابية بأحلى وأسهل طريقة، ونصيحتي ليكي يا ست الكل تضاعفي الكمية لأنها تتنسف من جمالها وحلاوتها. وبكل بساطة معايا كوباية دقيق، عليها معلقة كبيرة سكر، ومعلقة كبيرة كاستر، ومعلقة صغيرة ممسوحة من الخميرة الفورية، ورشة ملح بسيطة قوي. وهقلب كده المكونات مع بعض، وهبتدي أنزل على المكونات الجافة بنص كوباية مية دافية لو في الشتاء، ولو في الصيف نص كوباية مية عادية من الحنفية. وهبدأ كده أزود واحدة واحدة المية وأقلب بالشكل ده. نزود شوية مية ونقلب كده. أخدت مني نص الكوباية، وهحتاج كمان شوية صغيرين، يبقى كده ايه، خدت مني كوباية إلا ربع مية مع كوباية الدقيق، لأن برضو الدقيق بيختلف من نوع للتاني. فانت هتنزلي بالمية كده واحدة واحدة، وابدأ بقى ايه اقلبها كويس قوي كده بالمعلقة. وطبعا لو عاملة كمية كبيرة بتقلبيها بايدك علشان تاخدي افضل نتيجة. واهم حاجة ان احنا نضربها كويس قوي قوي بالمعلقة، وده القوام المظبوط ليها. بعد ما ضربتها بصوا بسم الله ما شاء الله، خدت عرق وقوامها ممتاز جدا. هبدأ بقى اغطيها واسيبها تخمر كده. ويا صلاة النبي على جمال العجينة بعد ما خمرت ما شاء الله. قوامها اتضاعف واتملت كده، والبولة اتملت. ببدأ بقى ايه بالمعلقة أبدأ أفرغ كده الهواء، ودي خطوة مهمة جدا ان احنا نفرغ الهواء بعد ما تخمر من العجينة. بس كده يا دوبك تقليبة كده. وبأحلى وأسرع بقى طريقة للتشكيل ومن غير ما توسخي ايديكي، بجيب كده كيس تلاجة وببدأ أفتحه بالشكل ده وأفضي فيه العجينة بكل بساطة وسهولة. لو عندك كيس حلواني تمام استخدميه، ما عندكيش استخدمي كيس تلاجة كده. فتحته كده وبفضي فيه العجينة كلها، وببدأ بقى ايه امسكه بالطريقة دي، واخد الطرف ده كده هنا وبس كده اقص اول حتة منه بالمقص وبيكون جاهز. وفي طاسة بقى فيها زيت كده غزير ببتدي احطها. واول ما الزيت يسخن يسخن، ما يبقاش سخن مولع كده ومدخن، لا، يسخن على هادي كده. وهو على نار هادية ببدأ اشكله كده بالمقص. بصوا بالطريقة دي ببدأ ايه اغمس المقص في الزيت واقصقص بكل بساطة وسهولة. بتاخد الشكل المدور ده وما بتاخدش اي وقت خالص، ودي اسهل طريقة واحلى طريقة تشكلي بيها البقلاوة. واهم حاجة يا حلوين، ونخلي بالنا ان واحنا بنشكل البقلاوة في الزيت النار تكون هادية. واول ما نخلص التشكيل ببدأ بقى اعلي النار على نار متوسطة، وابتدي اقلب فيها كده لحد ما تاخد اللون المحمر الخطير ده. اهم حاجة ان احنا برضو ايدينا تبقى تقلب فيها على طول كده علشان تاخد اللون المحمر الخطير ده وتبقى كلها لون واحد. واهم حاجة اصفيها كويس من الزيت واخرجها بقى في شربات بارد، شربات تقيل اللي هو عبارة عن كوباية ونص سكر وكوباية مية. واول ما يغلوا بديهم عصرة نص ليمونة وهدي النار واسيبهم 7 دقايق على نار هادية. وبعد كده بشيلهم بقى من على النار واسيبهم يبردوا خالص. ده الشربات تمام. وانا يا حلوين من عشاق الزلابية وهي عليها سكر بودرة بس. اول ما بخرجها من الزيت بحط عليها سكر بودرة كده، وبجد دي بتبقى خطيرة. والجزء التاني زي انتوا بصوص شوكولاتة. وقولولي بقى في التعليقات انتوا بتحبوها بالسكر البودرة ولا بالشربات. وما تنسوش بقى تعملوا لايك ومتابعة لان هي اكيد هتعجبكم. ولازم لازم تجربوها يا حلوين. وكمان شاركوا الفيديو مع اكبر عدد علشان الكل يستفاد. سلام.